سلام البنات، كنتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير. عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفيديو جديد من شهوات ووصفات كنزه. اليوم ان شاء الله غنحضروا واحد المعسله مع بعض، الشباكيه اولا المخرقه. كتجي رائعه المقادير اللي مضبوطه وبطريقه سهله ومبسطه. كنتمنىكم تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر وتتبعوا معايا جميع المراحل. كتجي رائعه، كتجي معلكه، كتجي شاربه العسل، كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه. ان شاء الله نبداو بالعسل. التحضير ديال العسل، هنا عندي 2 قوالب ديال السكر وكنضيف لهم باكيه ديال المورسو. انا ما كنحضرش العسل بسنيده، كنحضروا العسل غير بالسكر كيجي حسن ديال سنيده. هنا درت 2 قوالب ديال السكر، عندي 2 يطرو ديال الماء، 2 يطرو ونص ديال الماء، 2 حامضات كبار حيدت لهم العظم قطعتهم دوائر. هنا خليت تذاب ليا داك السكر مزيان في الماء وكنديرو فوق النار. في الاول كتكون مجهده، من بعد كتكون عافيه مهيله، وكنسدو عليه ساعه المكانه وكنخليوه يطيب. هنا بعد ما طاب ليا العسل حيدت ديك الدوائر ديال الحامض. ملي كيرجعوا لنا الدوائر ديال الحامض في هذا اللون كنعرفوا بان العسل راه طابت صافي. ملي كطيب العسل كنضيف لها المسكه الحره، معلقه صغيره د المسكه الحره مدقوقه، وكنخليها كتبقى تغلي واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق وكنطفي عليها صافي وكنخليها تبرد. هذه العسل كتكون طالقه الخيط باش كنعرفوا العسل وجدات. كنجربوه في واحد الطبيصه اللي يكون بارد في الثلاجه وكنصبوا فيه معلقه. الا شفناها تعلقت معنا وطلقت الخيط راه العسل واجده. هنا نبداو على بركه الله. هنا عندي 1.5 كيلو انا ديال الطحين، عندي 2 زلايف ديال الجنجلان منقي ومحمر منقي ومغسول ومحمر ومطحون. عندي النافع، معلقه كبيره د النافع، معلقه ولا 2 النافع لان انا عندي 1.5 كيلو. القرفه، نافع بلدي منقي ومطحون مغربل. عندي القرفه هي بلديه مطحونه ومغربله 2 معالق. عندي 1.5 كاس ديال زيت المائده اولا زيت الزيتون اللي بغيتو نتوما على حسب الكليان شنو طالب. 1.5 كاس ديال الزبده مذوبه، زبده سبيسيال صافي. ومن بعد كنبقاو نرملو الخليط. عندي معلقه ديال المسكه الحره انا ضفتها في الاول مدقوقه. هادو هما المقادير اللي كنضيف انا في الشباكيه. كتجي لذيذه بزاف، كتجي واحد النكهه خطيره ديال المسكه والزهر والنافع والقرفه، كتجي بنينه بزاف. كنبقاو كنرملوا البنات هذا الخليط مزيان. كندخلوا ديك الزيوت في اولا الدهن اللي ضفنا للدقيق كندخلوهم في دقيق مزيان، كنرملوها مزيان ومن بعد كنغربلوها. كنغربلوا هذا الخليط كله باش كنحصلوا على خليط رطب وما كتقطعناش العجينه من بعد باش كنكونوا كنشكلوها. كنستمر على هذه الطريقه. ملي كنديروا البنات الزيت والزبده في الدقيق كتكور لنا، كنبقاو كنحلوا ديك الكويرات. كنغربلها مزيان بالغربال صافي. هنا البنات من بعد غربلت الخليط ديالي اولا عفوا مازال ما غربلتش الخليط. هنا كنضيف 1.5 كاس ديال ماء الزهر و4 كاس ديال الخل، شويه ديال الزعفران اولا الملون اصطناعي ملون غذائي. بغيتو ديروا الزعفران شعره ديروه صافي. كنوضعهم فوق النار كيدفاو واحد شويه. من بعد زدت غربلت الخليط ديالي، كنغربلوه هنا بالغربال اولا بالصفايه اللي عندكم. كنغربلوه كنحصلوا على الخليط رطاب بزاف. كنوضع 1.5 خمارة من بعد ما غربلت الخليط كامل كنوضع 1.5 خمارة. انا الخميره المعجونه البنات ما كنديرهاش،
كتنفخ ليا العجينه، كتضيع لنا ديك الزواقه، ويعني كنحصلوا على نتيجه احسن من اللي كنضيفوا فيها الخميره. كتخمر لنا بزاف وكتغلبنا في الخدمه. صافي هنايا كنبقى نصب ديك الخليط اللي وجدت ديال كاس ونص ديال الماء الزهر، كاس ونص حتى لجوج كيسان، وربع كاس ديال الخل والزعفران. كنبقى كنضيف غير بشويه وكندلك، كنبقى نضيف وكندلك. ما كنضيفوش الخليط في مره واحده، لان ربما العجينه تجرى لنا، هي الا جرات العجينه كتجي الشباكيه قاصحه، وإلا قصحنا العجينه كتجي الشباكيه فتيه وكتهرس بزاف. خاصنا نديروها ما بين وبين، يعني ضروري ما نديروش العجينه جاريه، ما نديروش العجينه قاصحه بزاف، نديروا العجينه متوسطه باش كنحصلوا على نتيجه اللي زوينه بزاف. ما كتعطيناش الكسور فاش كنقليوها ونجيو نعسلوها، ما كتعطيناش الكسور فيها بزاف. صافي من بعد كنستمر بهذه الطريقه. هنا ضفت البنات واحد 4 كاس ديال الماء فقط، وعطيتها تدليك مزيان. هنا بعد ما دلكتها مزيان كنقطعها قطع. شو العجينه كي متجانسه ورطبه، ما فيها لا حبيبات لا حتى حاجه، يعني داكشي علاش كنغربلوها من بعد ما كنرملوها باش كنحصلوا على هذا القوام هذا، على هذا الشكل. صافي هنايا كنطلق ديك الكويرات على هذا الشكل هذا، بحال الملويه. هنا باش كنحصلوا على ديك التوريق اللي كيجي في الشباكيه، كتجينا الشباكيه مجعبه وعامره بالعسل. هذا هو السر ديالها، ضروري من هاد الطريقه هذه. كنستمر بهذه الطريقه حتى كننتهي من كميه العجين كامله اللي عندي. جميع الكريات كندير لهم هذه الطريقه هذه، كنطويهم بحال الرغيفه. من بعد كنديرهم في بلاستيك غذائي، كنوضع البلاطو ديالي في الثلاجه، كنجبد خنشه بخنشه حتى كننتهي من الخنشه الاولى، عاد كنجبد الخنشه الثانيه. هنا راني بديت فيها الخدمه. هنا كناخذ قطعه من العجين وكنطلقها بالدلاك بطبيعه الحال، على حسب يا كتقطعوها على 3 يا على 4 على حسب نتوما كيفاش كتخدموا. هنا كنطلقها بالدلاك وكندوزها في الوراقه. هنا عندي الوراقه ديالي كندوزها فيها في النمره 6، يعني ما كنبقاش ندير نمره بنمره، كندوزها نيشان في النمره وحده. النمره 6 هي اللي عندي. كنبقاش نزيدها نقص منها ونزيد فيها، كندير اتجاه واحد هو اللي كنخدم به دائما الشباكيه. هنا كنزيد شويه نبسطها بالدلاك غير شويه على حسب هنا السمك اللي بغيتو. انا كنبغي الشباكيه تكون رقيقه باش كتبقى شاده الفورمه ديالها فاش كتقلى. هنا كندير 5 د الاشرطه والسادس كنقطع، 5 د الاشرطه والسادس كنقطع. كندير انا الشباكيه ديال 6، كندير 2 فوق 2، وهادوك 2 اللي بقاو كنهبط واحد وكنلاقي هادوك القنيتات. صافي وهي الشباكيه كتجي مطويه. كنتمنى تعرفوا ديروا هاد التشبيكه، راه كتجي ساهله. بالنسبه لي انا اسهل التشبيكه هي هذه التشبيكه اللي كتجي زوينه بزاف وعمليه، كتجي الشباكيه مورده. كنحيد ديك الاضافه ديال العجينه اللي كتبقى في القنوت، كندير 2 فوق 2 و2 اللي بقاو في الاخر كنهبط واحد وكنلاقي واحد مع الاخرين، كنسد ديك الجوانب كنسدوهم مزيان، لان لما سديناهمش مزيان بركناش عليهم كتحل لنا الشباكيه في القليان. هنا راه عاودت معكم التشباك البنات، ماشي مره ماشي 2. كنتمنى التشبيكه تبان توضح معكم وتعرفوا تخدموا بها.
كتجي ساهله ساهله البنات، بسيطه. التشبيكه ديال 6 بالنسبه لي انا كتجيني ساهله، جوج فوق جوج نتوما شفتوا صافي. نقلبوها كتجي زوينه بزاف. هكا كتبقى البنات كتبقى مورده مفتحه، ما كتجيش ديك الشباكيه وحده فوق وحده مشدوده في الوسط، كتجي بحال اللي مدقصه. كنحيد ديك الجوانب، كيعجبونيش ديك الجوانب يبقاو طوال. صافي كنستمر بهذه الطريقه. كنقطع 5 د الاشرطه والسادس كنقطع 5 د الاشرطه والسادس كنقطع. بالنسبه للبنات غادي نهضر لكم شويه على هاد القطاعه ديال اولا الجراره ديال لاماكو ديال البلاستيك، راه زوينه بزاف وعمليه. يعني جاتني انا احسن من القطاعه الاخرى اولا من الجراره الاخرى اللي كانت قديمه. عرفتوا كتخلي الزواقه باينه ومرشومه، زوينه بزاف وخفيفه في اليد. الاخرى كدير الصداع شويه، ما كتعطيكش ديك الرشمه كيف ما بغيتي. صافي كنستمر بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم، جوج فوق جوج. تشبيكه 6 هي اسهل تشبيكه كاينه بالنسبه للشباكيه، كتجي ساهله وبسيطه. نخليكم مع الفيديو شوفوا التشبيكه. هنا البنات هذه هي الحلوه اللي كنحصل عليها، كتجي على هذا الشكل. انا كنحط وحده فوق وحده، ما عنديش مشكل. هنا البنات الا بغيتو تبيتوا الشباكيه ما تخليوهاش قبل شي سرجم محلول او الهواء، ديروا عليها واحد منديل ان شاء الله في الصباح وقليوها باش ما تيبش وتجي قاصحه. هنا انا البنات غير كملتها راني قليتها مباشره. شفتوا التشبيكه كتجي مورده. صافي هنا رديت المقله ديالي ديال الزيت كتكون سخونه على نار متوسطه، ما كتكونش مجهده ما كتكونش مهيله. الا خلينا النار مهيله كتشرب لنا الشباكيه الزيت، وإلا خليناها مجهده كتخطف لنا ما كتقلاش مزيان. هنا كتكون النار متوسطه. صافي كنوضع الشباكيه ديالي. شفتوا البنات كيف كتنفخ وكتبقى ديك الزواقه وديك الورده هكا كيف ما طويناها. كنخليها حتى كتقبط راسها، كنبقى نقلب فيها بالفرشيط اولا بشي شوكه اولا باللي بغيتو. كنستمر بهذه الطريقه. هنا البنات انا كنقلي في الليل راها محمره غير مع الضو كتبان راه ما حمراش، ولكن راه محمره طايبه على نار متوسطه. هنا كنوضعها في العسل مباشره، ندير الشبكه ديال العسل بوحدها والشبكه ديال الزيت بوحدها. هنا العسل راه ما كنسخنهاش، كتكون كيف ما طيبتها كيف ما بقات كتكون بارده باش كتلصق لنا في الشباكيه. هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. صدقوني البنات جات الشباكيه ولا اروع. كنتمنىكم تجربوها بنفس المقادير نفس الطريقه، تبعوا جميع المراحل ان شاء الله نتوما تجيكم الشباكيه هكا. الشباكيه اللي جات زوينه بزاف، شاربه العسل ومعلكه، جات مرمله ومقرمشه في نفس الوقت، جات لذيذه بزاف. هنا البنات اللي بغيتو ديروا لها اللوز كتضيفوا كاس اللوز على داك الجنجلان اللي طفتو، بطبيعه الحال خضر ومطحون بقشوره. انا السيده طالبه غير بالزنجلان. شفتوا البنات كي جات كتجي معلكه وشاربه العسل، كلها جات مجعبه واخا ما فيهاش الخميره،
راه جات مجعبه، كلها جاك الجعيبات ديالها داخلين فيهم العسل. نتمنى البنات منكم لايك للفيديو، متنساونيش البنات لايك بارطاج، تعمل فائده للجميع. ومرحبا باي تساؤلات ديالكم، اللي بغات شي سؤال تخليه لي في التعاليق. راه كتجي معلكه بنينه، واحد المذاق فيها جا خطير ولا اروع. مذاق الزهر المسكه ديال البناد النافع، القرفه ديال الزنجلان، جات زوينه بزاف. نتمنىكم تجربوها بجميع المراحل، تبعوا غير الطريقه والمراحل. وكنتمنى منكم فرجه ممتعه الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله. البنات كيف ما قلت لكم، اي تساؤل على بالنسبه للثمن، بالنسبه شحال كتحط لنا الشباكيه، مرحبا.